تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض أكلة سمك وجمبري حلوة جدا جدا. هاخدكم معايا ونعملها بكل التفاصيل من أول تنظيف الجمبري لحد النهاية خالص. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده أنا هنا معايا الجمبري. كنت جايباه وأنا في الماركت قلت له عايزاه تنظيف يفتح لي تفتح لي الظهر بتاعه. هما بيفتحوا الظهر بس مش بيقصوا الشنبات بتاعته ولا بيشيلوا الكيس الرملي. يعني هما كل المساعدة اللي بيعملوها إن هما بيفتحوا لي الظهر بس، ولو هما مش فاتحينه أنا بقصها بالمقص وبنضفه عادي جدا. تمام. بقص بقى انا الشنبات اللي انتوا شايفينها دي، وزي ما انتوا شايفين كده بفتحه وابدا ان انا اشيل منه الكيس الرملي كله لحد ما انضفه. ضروري جدا لازم الكيس الرملي ده يتشال، لانه لو سبتوه فيه هيبقى طعمه مش حلو خالص. تمام كده. بعد ما نضفت كل الكميه اللي معايا شطفتها كويس جدا وغسلتها، وبعد كده خلاص هنبدا ان احنا نجهزها معايا. تمام. هركنها بقى على جنب، وكمان نغسل السمك بتاعنا اللي احنا جايبينه عشان يبقى كل حاجه جاهزه معايا على التسويه على طول. هركن بقى الجمبري على جنب، وده كده سمك دينيس او سوبريم في بعض الاحيان بيبقوا مسمينه كده او كده. من السمك الحلو جدا النظيف جدا جدا. بشطفه كده بس شطفه سريعه لان هي سمكه نظيفه اصلا. بشطفه شطفه سريعه وبعد كده هسيبه على جنب علشان ده هنشويه مع بعض دلوقتي. هشوي كل حاجه مع بعض في البيت. هتشويه بطريقه سهله جدا وهقول لك ازاي يطلع معاكي مستوي زي الفل. انا هنا كنت جايبه كذا اكله. اللي انا غسلته في الاول اللي انا هشويه معاكم دلوقتي، وده كده انا بغسله بنضفه وبجهزه بحطه في الفريزر لاي وقت تاني اكون محتاجاه فيه. تمام كده. بعد ما بغسله بقى وبنضفه كده بصفيه كويس وبعد كده بحطه على طول في التلاجة. عايزه اقول لك بقى ان دي من احسن الاكلات اللي ما بتاخدش وقت معايا. يعني انا حتى لو عندي عزومه بفضل ان انا اعمل سمك عن اني اعمل حاجه تانية خالص، بحيث ان هي بتاخد وقت اسهل واسرع معايا في التجهيز. كده هنبدا اول حاجه نجهز الجمبري. انا هنا هعمل صينيه جمبري، ممكن تحطيها في الفرن او ممكن تعمليها على البوتاجاز زي ما انا هعملها. قطعت حته كده من الفلفل البارد وعليهم بصلايه، واحط عليهم كمان فصين 3 توم، على عود من الكزبره، على ليمونه. كل ده كله هقطعه عليه زي ما انتوا شايفين كده. بيدي طعم حلو جدا جدا المكونات دي لما نضيفها عليه. تمام كده. اي تقطيع مش هتفرق معاكي لانك انت مش هتستخدمي الخضار ده في حاجه، هو بس هناخد النكهه بتاعته مش اكتر. التوابل برضو بتاعتنا توابل بسيطه خالص بس اساسيه. هنحط شويه من الملح وعليهم كمان شويه من الكزبره الناشفه وشويه من الكمون، مش بضيف حاجه اكتر من كده. ممكن كمان تحط شويه من الشطه لو انت حابه. بس كده حلو قوي. تمام. هقلب بقى كل ده مع بعضه كده وبعد كده هرفعه على النار على طول. كده بقى الجمبري معايا بقى جاهز. نجهز مع بعض دلوقتي تتبيله السمك، وبحب اعملها من الاول عشان تبقى جاهزه معايا. حطيت كده كام فص من الثوم، حوالي 10 فصوص، وبعدين حطيت فلفل حار وفلفل بارد، وطبعا كمان ليمون، والليمون اساسي جدا. نزود في الليمون شويه لما بتبقى الليمون كتير بتاع السمك. هو والكمون بيفرقوا معايا في الطعم جدا. بقشر الليمون زي ما انتم شايفين كده وبحطه زي ما هو سليم في الكبة، بحيث ان انا اخد منه كل الفايدة بتاعته، يعني ما هقدرش منه كتير. هنا عندي الليمونة دي حسيتها هتبقى ناشفة شوية كده مش عارفة اقشرها فعصرتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنحط بقى برضو التوابل بتاعتنا، شوية من الملح وشوية من الكزبرة وكمان شوية من الكمون. هتاخدي احلى نتيجة لل للدقة بتاعت السمك بتاعتك. ضفت كمان عليهم طماطمايه بالشكل ده. هنضرب بقى كله مع بعضه. حطيت بس شويه ميه صغيرين، انا مش عايزه احط ميه كتير معاها. حطيت شويه ميه صغيرين كده، وبعد كده هقلبهم ونسيبهم على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه في السمك والجمبري بتاعنا. زي ما قلت لكم انا كنت هنا خلاص حاطه الجمبري على النار، ومعايا كمان الرز كنت نقعاه من بدري. من قبلها بشويه. انا بحب انقع الرز بتاعي عشان بيبقى طعمه احلى، وكمان مش بيلزق معايا ولا الكلام ده كله. فانا بغسله كويس جدا وبحط المقدار بتاع الميه بتاعي، وبحط عليه الملح والزيت وبنقعه شويه كده، وبعد كده بعد نص ساعه ولا حاجه ابدا اولع عليه. تقدري تسيبيه وقت منقوع وقت اطول من كده عادي. هنا انا بحط الورق الومنيوم فويل بس عشان احمي البوتاجاز وما يتحرقش ولا يقع عليه رده ولا كده. فعشان كده انا بفضل ان انا احط عليه ورقه الومنيوم فويل وقت الشوي. عندي بقى الصاجة بتاعتي دي، صاجة أنا شوياها شارياها لشوي السمك. دي صاجة من الزهر أو صينية من الألمونيوم، أي حاجة عندك يعني متاحة إن أنت تشوي عليها. بس الصاجة دي بتبقى حلوة جدا. أنا حطيتها كده وبعد كده بسيبها لحد ما تسخن كويس قوي. لازم الصاجة تكون سخنة قبل ما نحط عليها السمك. جبت بقى السمك بتاعي وهبدأ إن أنا أغلفه بالردة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده.
من الجنبين، وبافضل أقلّب فيه يمين وشمال لحد ما يتغلِّف كلّه بالردة، على ما تكون الصاجة بتاعتي سخنت، باكون غلّفته بالردة، وبعد كده بابدأ إن أنا أحطه على طول على الصاجة مباشرةً زي ما أنتم شايفين. باحطه بقى على كل جنب بالنسبة للشوي، باحطه على كل جنب حوالي 7 دقايق، وبعد كده برضه باوقّفه على سيفه كده من ناحية البطن، بحيث إن هو يستوي من كل الاتجاهات. شايفين كده أنا باوريكم الجمبري، حطيت هو أصلًا منزّل شوية من المَيّة، وأنا زوّدته كمان شوية من المَيّة كده عشان يبقى في إيه، شوربة بسيطة كده للي يحب يشرب منها أو حاجة. زي ما قُلت لكم، أول ما بياخد لون كده عندنا حوالي 5 دقايق، 7 دقايق بيكون أخد اللون ده كده على نار عالية، وبعد كده بابدأ إن أنا أقلبه، وأول ما بياخد لون برضه من الناحية التانية باهدّي النار عليه وباسيبه يستوي براحته، عشان ما يبقاش واخد لون زيادة، وفي نفس الوقت يبقى محروق ومش مستوي من جوّه. ضروري جدًا بعد ما ياخد لون من الجنبين إن إحنا نوطّي عليه ونسيبه لحد ما يستوي براحته. عملية الشوي كلها ما بتاخدش تقريبًا حوالي ربع ساعة، بس النتيجة فعلًا ممتازة. شايفين أنا هنا كمان باوقّفه على بطنه أهو، عشان أتأكد إن هو مستوي من كل الاتجاهات. الرز بتاعي كمان استوى ووطّيت عليه النار وقلّبته زي ما أنتم شايفين، هدّيت عليه النار لحد ما يتشرب. هنا بقى الدقة بتاعتي كانت جاهزة، لازم أول ما السمك يطلع من الفرن أو يطلع من على الصاجة، باحط عليه الدقة مباشرةً وهو سخن عشان تشرب التتبيلة كويس. ضروري جدًا السمك يكون سخن وإحنا بنحط عليه التتبيلة. لو السمك بِرِد معاكِ شوية، هتسخّني مَيّة، بس برضه مَيّة ما تكونش كتير، هتسخّني مَيّة وتحطّي عليها التتبيلة، وكمان هتتبّلي بيها السمك عشان تضمني إن هو شرب التتبيلة كويس. هنا الجمبري بتاعنا ما شاء الله كان استوى زي ما أنتم شايفين كده. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في التسوية، حوالي 10 دقايق والّا ربع ساعة هتلاقي الجمبري معاكِ مستوي زي الفل. وكمان السمك بتاعي كان خلاص. هنا الرز رز مفلفل، رز أبيض عادي جدًا. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم، يا ريت لو عجبكم يعملوا له لايك وشير. باي باي.